ربنا بيكرمك في الجيل بواحد محترم زي ربيع ياسين، وقبله الحقيقه الكابتن علي شحاته ربنا يبارك له كمان يعني. ايوه اعتقد ده بيبقى مؤثر على لعيبه الكوره. وعلى فكره شكل لعيب الكوره اتغير في مصر للناحيه الدينيه والاخلاقيه، وكان السبب لبعض الناس منهم الكابتن خطيب والكابتن علي شحاته، لكن بقول ان الكابتن ربيع كان له الدور الاكبر في تغيير شكل ومفهوم لعيب الكوره من ناحيه التدين عند الناس في مصر كلها الحمد لله. وجميل ان الانسان يكون في مكانه قدوه كابتن شوبير. قوي قوي ما شاء الله، لانه كمان هو ربنا اكرمه، كان كابتن النادي الاهلي وكان كابتن منتخب مصر، كان كابتن قدوه بجد، كابتن محترم، كابتن ملتزم، كابتن منضبط. فالواحد الحقيقه بيعتز انه يعني كان بينزل في الطابور ورا الكابتن ربيع ياسين حقيقه. ما شاء الله. كابتن شوبير اسمح لي بقى، وحضرتك معانا فرصه، حضرتك معانا وانت اليوم ليس فقط رجل رياضه بل انت رجل اعلام من الطراز الاول، تقول لي راي سيادتك في قناه الناس الفضائيه. تقول لنا ايه في قناه الناس الفضائيه؟ والله الحقيقه دي القناه الوحيده اللي بغير منها. ليه؟ لانه في اخر ترتيب انتوا طالعين قبل قناه الحياه. فعشان كده انا سعيد جدا انه ما شاء الله القناه بمثل هذا النجاح وهذا التنوع اللي موجود عند المشاهد. وبعتقد ان ناس كتيره جدا بتجيب القناه وما بتحولهاش، لان عندكم كل انواع البرامج، سواء قراءه القران او التفسير او الشرح او الدروس او برامج الاطفال حتى الدينيه او برامج تعلم الدين على حق. فبسم الله ما شاء الله شايف ان هناك مجموعه متحبه في الله سبحانه وتعالى. انتوا عندكم رساله عايزين توصلوها، وصلت من اقصر الطرق للجميع، والدليل ان انتوا الحمد لله متربعين على العرش بشكل غير عادي، عرش قناه الفضائيه بشكل جميل. وده لان عندكم مصداقيه والناس محترماكم جدا ومقدره اللي بتقدموه للناس من ثقافه ومن علم ومن دين صحيح دون تشنج، وده المهم جدا. مفيش تشنج في القناه، برامجها بهدوء شديد جدا بتصل الى القلب. فاعتقد ان انتوا وصلتوا رساله من اقصر الطرق، وده قمه النجاح. وبتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمكم تستمروا على نفس الطريق ده، لانه ده نجاح كبير جدا في فتره قليله، دليل ان في ناس بتجتهد وبتعمل من اجل ارضاء الله سبحانه وتعالى ومن اجل ارضاء الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. انا باسم القناه الناس الفضائيه والاستاذ سعيد توفيق بركات رئيس القناه بشكر سيادتك على هذه الشهاده اللي احنا نعتز بها كابتن شوبير. والله دي شهاده حق. ومره اخرى تحياتي لاخويا العزيز كابتن ربيع. فطرتوه ولا لا الاول؟ احنا لسه ما فطرناش بصراحه. لا احنا فطرنا وحلينا وكلنا كنافه وكلنا قطايف وكلنا كمثرى وكلنا عنب وكلنا جوافه وكل انواع الفاكهه. طب كفايه كده ما تجوعناش. اقول له عايز يفطر ايه بقى وانا اكمل له الفطار عندنا ان شاء الله. ان شاء الله نخلص البرنامج ونفطر مع بعض، ويا ريت تشرفنا كابتن شوبير في البرنامج مره باذن الله. انا ان شاء الله طالع العمره بكره، لما نرجع بامر الله ربنا ييسر الحال ويسعدني ان انا اكون ضيف عليكم. طب ما تنساش بقى تدعي لنا هناك في العمره باذن الله وترجع بالسلامه كابتن شوبير. ربنا منا ومنكم يا رب. هتوحشنا باذن الله رب. جزاك الله خير. شكرا كابتن شوبير، مع الف سلامه. السلام عليكم. كابتن شوبير الحقيقه يعني افاض في الموضوع وقال كلام جميل، ما اعرفش اقول حاجه بعده. كان عايز يفطر في تشيكوسلوفاكيا. كنا هنروح يا راجل. لا يعني كنت بحاول ان احنا نوصل رساله ان الصوم وشهر رمضان وشهر في السنه ودين بعض، ومش هتفرق يعني باذن الله. جميل. انا حضرتك كنت واخد اتجاهين، اتجاه رياضي واتجاه دعوي في الملاعب. فرصه وليس اتجاه واحد. الحمد لله. وبالتالي يعني سيادتك سايب اثر الى الان. هو بيقول ان كان في النهارده تدين او نسبه تدين او التزام في الملاعب المصريه، فده بيرجع لناس قبل كده وضعوا البدع. انا كنت بحاول اكون مسلم ايجابي بس. مسلم ايجابي بس. جميل قوي. دكتورنا الجميل، اسرار وذكريات. هو بس بداية أنا عايز أدي تعليق في دقيقة واحدة. اتفضل. لموقف الكابتن ربيع ياسين، لأن الكابتن ربيع ياسين كان من اللعيبة أو من اللاعبين اللي لهم حضور